العلم بيجري، وانا بكلم الشباب دلوقتي، الدنيا بتتقدم والعلم بيجري، واحنا قاعدين على القهاوي نقزقز لب، قاعدين على القهاوي نقزقز لب. انا بكلم الشباب وبكلم اللي لابسين جينز واللي ماشيين بيتسكعوا على نواصي الشوارع، صايعين وضايعين بين الحب والتلفزيون والكوره والكاسيت. بقول لهم يا جماعه الدنيا بتتقدم والعلم بيجري، واحنا محلك سر. انتوا يا شباب لو كان حياتكم هتبقى بالشكل ده، صياعه وضياع بين الكوره وبين الكاسيت وبين القهوه وبين ازازه اللب، بمعدل التقدم الحاصل دلوقتي بعد يمكن 10-20 سنة، الفرق بينكم وبين الناس المتقدمين دول هيبقى زي الفرق بين النسانيس والبني آدم. دي جريمة، جريمة الكسل، جريمة الصياعة، جريمة. يعني أنا أفتكر الشاب بعد ما يشوف العلم ده أتوقع إنه يجيله غيرة، لحسن يوم في الأيام هيبقى نسناس بالنسبة للناس دول لو استمر في حالة محلك سر على القهوة وعلى نصية الشارع والكورة ومش الكورة، مش والناس دي بتجري، مش بس ماشي بتجري. فلازم يلحق لنفسه مكان، يحجز مكان في الأجيال اللي جاية، يشوف يلاقي له موضع قدم، يفتح كتاب من دلوقتي يتعلم، يفتح كتاب ويتعلم قبل ما الوقت يفوت. وإذا خرجنا من الحلقة بالدرس ده لوحده يبقى عملنا